في إطار التوجه العام على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، يتم الإعلان عن البرنامج الصيفي 2024 من مبادرة أشبال مصر الرقمية، وهي منحة مجانية تتضمن برنامج كامل لمدة 3 شهور خلال فترة الصيف. والتقديم في البرنامج الصيفي للأشبال متاح فقط لمن هم حاليا في هذا العام 23-24 في الصف الأول أو الثاني أو الثالث الإعدادي فقط، وفي 19 محافظة فقط موضحة في هذا الرابط. الطلاب الذين هم حاليا هذا العام في الصف السادس الابتدائي لا يمكنهم أن يتقدموا للبرنامج الصيفي للأشبال، لكن يمكنهم التسجيل في الدفعة الثالثة من الأشبال لأنهم سيصبحون في الصف الأول الإعدادي، والتي سيتم فتح تسجيله في يونيو 2024 على أن تبدأ في أكتوبر 2024. الفرق بين الترشيح الشخصي والترشيح من خلال المدرسة هو إعفاء المترشحين من خلال المدرسة من تقديم مستندات بيان نجاح وخطاب القيد بالمدرسة. ويجب على المتقدمين بشكل شخصي مراعاة شروط المبادرة الأساسية، والتي من أهمها أن يكون الطالب أو الطالبة من المتفوقين الحاصلين على 90% فأكثر في كل من المواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات للعام الدراسي السابق 22-23، وإلا لن يتم قبولهم في البرنامج. ومن يلتحق من الطلاب بالبرنامج الصيفي للأشبال وينجح فيه سيتم إلحاقه بالمستوى التدريبي الثاني مباشرة في دفعة أكتوبر 2024 للأشبال بدون تقديم أو اختبار، طبقا لرغبته في استكمال المبادرة. والتسجيل للبرنامج الصيفي 2024 للأشبال متاح حتى يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، برجاء التأكد من كتابة البيانات بدقة في استمارة البيانات، وخاصة البريد الإلكتروني للطالب، وغير مسموح بالتقديم بإيميل واحد لأكثر من طالب أو طالبة، وكذلك تجهيز كافة المستندات المطلوبة حسب نوع الترشيح قبل التقديم. وفي حالة التقديم مرتين لأي سبب طارئ سيتم الالتزام بآخر تسجيل للطالب أو الطالبة. وجميع التفاصيل ومنهجية التدريب والخطة المقترحة للتدريب في رابط التسجيل الموضح في المنشور.